في الجزء ده هنتكلم عن ال respiration. Respiration is the exchange of O2 and CO2 between an organism and its environment. أي تبادل للغازات أو تبادل ما بين الأكسجين وثاني أكسيد الكربون ما بين أي كائن حي والبيئة اللي حواليه هو respiration. ال inspiration is acting of breathing in، هو دخول الهواء، وال expiration هو خروج الهواء، بمعنى أصح الشهيق والزفير. ال external respiration، وناخد بالنا إن في تنفس خارجي للجسم أو لأعضاء الجسم وفي تنفس داخلي. ال external أو الخارجي بيحصل exchange للجاز مع الرئة، ما بين الرئة والهواء الخارجي، لكن الانترنال ما بين التيشوز نفسها، الأنسجة والبلاد الموجود في الجسم، وده هناخده بالتفصيل قدام. In nature of respiration, normally in the breathing is automatically and respiration is noiseless, regular, without effort. حضرتك مش بتحتاج تعمل مجهود عشان تاخد نفسك، وده الطبيعي، لأن لو حد احتاج إن هو يعمل مجهود زيادة أو جامد فده معناه إن في مشكلة في التنفس منتظم وملوش صوت. لو بقى ليه صوت يبقى معنى كده إن إحنا عندنا مشكلة في النفس. The major respiratory center is located in the medulla oblongata of the brain. الميدالا oblongata هو المكان اللي فيه center of respiration. كل ما كان ال CO2 في جسم حضرتك، وده طبيعي إن إحنا يبقى فيه عندنا نسبة CO2 موجودة في الجسم علشان تخلي السنتر بتاع الريسبيريشن اللي في الميدالا oblongata أو الميدالا oblongata يفضل شغال. لو ال CO2 ده خلص والجسم ووجد تماما من ال CO2، الريسبيريشن يشتغل ليه؟ هيقف. عشان كده ربنا خلق لنا ان يبقى فيه نسبه ولو بسيطه من ثاني اكسيد الكربون موجوده في الجسم عشان تفضل تحفز مركز التنفس على ان هو يفضل يتنفس. The breathing is voluntary and involuntary. voluntary معناه ارادي، يعني تقدر تتحكم فيه، و involuntary لو انت نايم من غير ما تتحكم فيه هو اوريدي شغال. A normal rate of respiration من 12 breath per minute ل 18 breath per minute. BR معناها breathe يعني نفس per minute للأدلتس. طبعا الأطفال بيبقى النفس أعلى من كده. الميكانيزم of respiration عندنا inspiration, expiration and pause. كلنا بنفتكر إن النفس عبارة عن inspiration expiration فقط، لا، لكن في فترة pause، فترة ثانية بتيجي على حضرتك ما فيهاش نفس لا داخل ولا خارج. في الانسبيريشن بيحصل contraction للانسبيراتوري muscles اللي هي الانتركوستال muscle والديافراجماتيك muscle. لو احنا شايفين شكل الشست lateral من الجنب، عندنا دي الكوستلز او الضلوع، ما بينها الضلوع في مسافات، المسافات دي فيها عضلات، العضلات دي اسمها intercostal muscle او العضلات ما بين الضلوع. دي اول عضلات مسؤولة عن النفس. مش بس كده، كمان الديافراجم، حضرتك شكل القوس اللي باين ده الديافراجم. لما يحصل contraction يعني العضلات تتقلص تتشد، هلاقي الانتركوستال ماسل دي قربت من بعضها وبدأت تبعد عن بعضها، تقرب من بعض وتاخد لي الصدر لبره، فالنفس يبتدي يتحرك، اللنج تكسباند تتمدد علشان الهواء يدخل ويلاقي مساحة يدخل فيها. كمان الديافراجم هلاقيه contracted فبينزل لتحت علشان يدي مساحة لللنج انها تكسباند اطول، بمسافة اطول، فيبتدي اللنج حجمها يكبر وتسحب اكتر هواء، فالهواء يدخل جوه اللنج. ده الانسبيريشن. في الاكسبيريشن بيحصل العكس، بيحصل ريلاكسيشن. العضلات بترجع ترتخي مره تانية، عضلات الانتركوستال ماسل، فنلاقي الماسلز رجعت مره تانية لوضعها الطبيعي، والحجم الصدر بدأ يصغر، والديافراجم بدأ يريلاكس فرجع تاني يرتخي ويرفع لفوق فيزق اللنج لفوق، فحجم اللنج بدأ يصغر سوري، والهواء بدأ يخرج من الشيست. فترة البوز هي بعد الاكسبيريشن، بتيجي تقريبا ثواني صغيرة
ودي ما بين السايكل والتانية. characteristics of normal respiration. عندي مواصفات للريسبيريشن ريت وريتم وديب. ريت سرعة النفس بتاعي أو عدده. الريتم شكله منتظم أو غير منتظم، والديب عمق النفس اللي عندي. الريت نورمالي من 12 ل 18 breath per minute from 12 to 18 breath per minute وده نورمال ريت. below 12 breath per minute اسمه bradypnea. Pnea which mean respiration. brady يعني decrease. above 18 breath per minute tachypnea. tachy يعني increase. pnea جاية من respiration أو lung. الرhythm regular أو irregular نفس منتظم أو غير منتظم. الديب يا إما deep respiration يا إما shallow ورا بعض وسريع، يا إما normal depth اللي هو بتاعنا النورمال العادي. ايه الفاكتور اللي بتأفكت على الريسبيريشن وبتزوده؟ الايدج. الانفانتس والتشايلد الصغيرين بيبقى النفس بتاعهم اسرع واكتر في العدد. الاكسرسايز بتسرع لي الريسبيريشن. الستريس اما ابقى انكشس او خايف او قلقان او متوتر او بتخانق. البين الالم بيزود الريسبيريشن. الفيبر واتفقنا في النقطه دي ان كل درجه حراره 1 سيليزيوس بتزود لي النفس 4 بريث بير مينيت. increase of O2 concentration. كل ما زاد النفس كل ما كان الجسم عايز يعمل ووش اكتر للسي او 2 فالنفس يبقى اسرع. بعض اللانج ديزيزز وبعض الهارت ديزيزز. السموكينج لفترات طويله بيزود النفس. والبرين انجري مع الحوادث واصابات الدماغ. ايه الحاجات اللي بتقلل النفس؟ الريست والسليب. حضرتك لو نايم فطبيعي ان نفسك هيبقى اقل. decrease the activity of old age الناس الكبار في السن. بعض الدراجز زي الانالجيسكس المهدئات والمسكنات والمنومات. وبعض الهارت ديزيزز امراض القلب. وبعض اللانج ديزيزز امراض الرئه. يبقى ايه الابنورماليتيز of respiration؟ لو respiration rate below 12 breath per minute اسمه bradypnea. لو respiration rate above 18 breath per minute اسمه tachypnea. الابنيا
letter A معناه temporary cessation أو stop of breathing، يبقى هو stop of breathing or absent of breathing. الديسنيا أي dis معناها difficult in breathing يعني dyspnea. orthopnea ortho which mean in flat position في وضع الفلات، عندي صعوبة difficult in breathing in flat position في بعض حالات الكاردياك أو lung diseases.